السلام عليكم اخوتي المشاهدين، كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. مرحبا بكم معايا في صفات عائشه مع فيديو جديد وصفه جديده. غنصايب معكم جوج الانواع ديال العصير، كيجيو لذاذ بجوج نكهات مختلفين. مكوناته جد بسيطه متواجدين في كل بيت، ينفعكم في هذا رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه. وباش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي، كما العاده ما تبخلوش عليا بواحد البصيمه للفيديو باش يزيد لقدام فضلا وليس امرا، غير كتشجيع فقط. بسم الله على بركة الله. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. عندي 200 غرام ديال فريز او الفراولة، عندي موزة وحدة تكون كبيرة شوية كما كتشوفوا، و200 غرام ديال الخيزو او الجزر، وحامضة وحدة، وجوج برتقالات يكونوا كبار، ونصف لتر ديال الماء. كندوزو نقشرو الليمون او البرتقال بهذه الطريقة هذه، يكون نافل او يكون ديال العصير بحال بحال. طريقة سهلة ومبسطة. هاد العصير كيجي لذيذ بزاف وكيجي خاطر، يستحق التجربه ديالكم، كيعجب الكبار والصغار. كنتمنى لوصفاتنا الاعجاب ديالكم وتجربوها. كنقيو البرتقال ديالنا وكنحيدو هذاك اللب الابيض، ما كنخليوش نهائيا باش يجيكم العصير بنين وما يجيش فيه المروره. طريقه سهله وبسيطه، ومكوناته بساط بزاف متواجدين في كل بيت. اي واحد متواجد عنده الليمون وكذلك الجزر والفريز او الفراوله، هذه هي الوقيته ديالو. صافي كنحيدو هذاك اللب الوسطاني اللي كيكون في وسط الليمون بهذا الشكل هذا. بعد ما كنقي الليمون كنجيب الحامضه وكنحكو لها ديك القشره ديالها بهذه الطريقه هذه. ممكن تنقيوها ممكن تحكوها بالحكاكه بهذا الشكل. كتاخذوا غير ديك القشره الفوقانيه باش كنطيبوها حتى هي مع الجزر وكذلك مع الليمون. السير ديال هذا العصير كنطيبو الجزر والليمون كذلك القشره ديال الحامض والحامضه حتى هي كنقيوها. كنحيدو لها ديك الجلده كلها بهذا الشكل، وكناخدو غير هذاك اللب ديال الداخل وكنطيبوه حتى هو مع الليمون بنفس الطريقه. كنحيدو هذيك العظيمات اللي فيه وهاد القشره البيضاء باش ما كتعطيناش المروره نهائيا، وكيجي العصير لذيذ بالمذاق ديال الحامض. كما كتشوفوا هاد القشره كنحيدوها، كنحاولوا نحيدوها كلها باش ما تبقاش لينا في العصير، باش كيجينا العصير لذيذ. وكنحيدو ديك العظيمات اللي كيكونوا في الداخل ديال الليمون وكذلك الحامض، كنزولهم بهذه الطريقه. كنردوا البال باش ما تبقى لينا حتى وحده، لان كتعطي واحد المروره للعصير. من الاحسن نحيدوهم هاد العظيمات كاملين. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الحامض ديالنا. حامضه وحده كنديروا القشره وكذلك اللب ديال الحامض والليمون حتى هو كنقيوه بهذه الطريقه. كنشوفوه كما فيه العظام بهذا الشكل هذا. جوج ليمونات وحامضه وحده، 200 غرام ديال الجزر وكذلك 200 غرام ديال الفراوله او الفريز. صافي كنقطعوا الجزر ديالنا بهذه الطريقه هذه، كنديروه شرائح، كنقطعوه باللب ديالو، ما كنحيدوش داك الوسطاني، ما كنحيدوش نهائيا. فيه الزطري وكيجي لذيذ في الصراحه. كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا الجزر ديالنا في التقطاع. صافي كنجيب واحد الطنجره وكنجمعوا فيه المكونات وكنضيفوا عليهم نصف لتر ديال الماء. كنطيبوا غير الجزر والليمون والحامض، ثلاثه د المكونات اللي كنطيبوا، والموز او البنان والفراوله كنحتفظوا بهم حتى للنهايه. ملي كيطيب لينا الجزر او خيزو مع الليمون كنخليوه حتى كيبرد، كنضيفوا عليه في هذا الاثناء نصف لتر ديال الماء وكنديروه على العافيه متوسطه حتى كيطيب مده 15 دقيقه. كنخليوه عاوتاني يطيب بزاف. كما كتشوفوا هو كيطيب فوق الفرن
كنخليه مده 15 دقيقه. صافي كنطفي عليه، كنسيي الجزر بهذه الطريقه هذه. كنلقاه باقي شاد شويه في راسو، ماشي طيب بزاف باش ما يجيناش بحال الصوبه. صافي كنقطعوا هاد الموزه بهذه الطريقه، كنقيوها. موزه الحجم ديالها كبير شويه كما كتشوفوا، وغنضيفوا عليها الفراوله او الفريز، حتى هو نقطعوه شرائح صغار كما كتشوفوا. حتى كنكملوا هذه الكميه 200 غرام ديال الفريز او الفراوله، وكنجيبوا الخلاط الكهربائي كنديروا فيه جميع المكونات ونضيفوا عليهم نصف لتر ديال الماء. الا خصنا الماء كنزيدو. المهم هاد المكونات خلطهم بلتر وربع ديال الماء، كيجينا العصير ولا اروع، وكيجي خاطر كما كتشوفوا. كنضيف في الاخير 3 المعالق ديال السكر ما احتاجوش معكم في المقادير. السكر ممكن تضيفوه، ممكن تستغناو عليه بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش السكر. صافي كنطحنوا العصير ديالنا حتى كيطحن مزيان وكيجي لذيذ ولا اروع، ما تشبعوش منه. وكندوزو نصايبو الشكل الثاني. الشكل الثاني غنصايبوه غير بالليمون. الليمون كذلك 500 غرام ديال الليمون. بالنسبه للكميه لكم الاختيار، ممكن ديروا كيلوغرام ولا 500 غرام ولا 600 غرام، وكديروا حتى كيطيب بنفس الطريقه. كديروا معاه ضانون او الزبادي بنكهه الفاني، وموزه تكون متوسطه او بنانه، و4 المعالق ديال السكر. كنضيفوا الليمون اللي سلقنا بطبيعه الحال، وكنضيفوا عليه الموز او البنان حبه وحده، و3 المعالق ديال السكر. وكنضيفوا يogurt طبيعي بسكر ولا بدون سكر لكم الاختيار، منكهه ديال الفاني. وكنطحنوا المكونات مزيان حتى كيطحنوا. كنطحنوهم مده واحد 3 دقائق حتى كيطحن العصير ديالنا. كيجي لذيذ بزاف، كيعجب الكبار والصغار. كنصحكم باش تجربوه في هذا رمضان، كيجي ولا اروع. مكوناته جد بسيطه واقتصادي. هذا هو الشكل ديالو بعد ما طحنته حتى كيولي منسجم مزيان وكيجي خاطر. الشكل ديالو النهائي هو هذا. خليت لكم الراحه والهنا، الى فيديو القادم بحول الله.